انا مراتي متجوزه عليا وجوزها عايش في الكويت بقاله كام سنه وطلعت انا الزوج التاني. الكلام ده اللي قاله عماد اللي عنده 47 سنه اللي شغال مقاول من محافظه الفيوم. راح لرجال الشرطه وقال لهم الكلام ده وهو مضروب ومسروق منه عربيته و10000 جنيه كمان. المهم رجال الشرطه لما حققوا معاه مين اللي عمل فيك كده، قال لهم اللي عمل فيها كده مراتي، هي السبب في اللي حصل لي. طب مراتك عملت فيك كده ليه؟ قال لهم عشان انا اكتشفت ان انا الزوج التاني وهي متجوزه واحد تاني على سنه الله ورسوله وعايش في الكويت. طب واحده واحده بقى كده واحكي لنا ايه اللي حصل. قال لهم انا اصلا من قريه اسمها قصر رشوان بمركز طميه التابعه لمحافظه الفيوم، وهي عندها 27 سنه من قريه اسمها كمان فارس. المهم انا اتعرفت عليها واعجبنا ببعض وبعدها قررت ان انا اتجوزها، ولما طلبت منها ده قالت لي انا ما عنديش مشاكل بس خلي جوازنا عرفي مش رسمي. قال لها ماشي. وبعد ما اتجوزوا عرفي، الكلام ده كان امتى؟ شهر 6 اللي فات. بعد ما اتجوزوا اكتشف بقى بالصدفه البحته ان هي متجوزه وجوزها عايش اصلا في